السلام عليكم، مرحبا بكم معكم فاتحه من قناه لالافتو. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم اللي ان شاء الله غادي نحضر معكم فيه واحد الكميه هائله من مركز عصير البرتقال اللي كيجي ها القوام ديالو على هذا الشكل هذا. كيجي رائع وكينفعنا خلال شهر رمضان. فهاد العصير هذا انا كنحضره في طنجره الضغط اولا في الكوكوط، وما كنستعملش فيه بزاف ديال الكميه ديال البرتقال، فانا غنستعمل فيه فقط واحد 8 ديال الحبات، اي ما يعادل كيلو الى كيلو ونص ديال البرتقال، فما كنديرش فيه البرتقال بزاف. وكذلك واحد 2 حبات ديال الليمون الحامض. فدابا راه الليمون تبارك الله الحامض موجود وكذلك البرتقال موجود، فعلاش لا ما نحضروش هكذا هذا المركز اللي ينفعنا خلال الشهر الفضيل. فانا الصراحه ماشي من الناس اللي كيبغيو الكونجيلاسيون، ولكن مضطره انني بعض المرات كنحضر بعض العصائر اللي كنديرها في كونجيلاتور، لان المبدا ديالي هو انني اللهم نكونجلي ولا نشري، يعني نكونجليه وما نشريش هذاك الجاهز ديال الكرتونه، لان بعض الاوقات يعني الانسان ما كيكونش جاهز انه يوجد بزاف ديال الحوايج اولا كيكون عيان اولا لا قدر الله. فهنا ان شاء الله غنبدا معكم على بركه الله. كيف ما تشوفوا انا غناخذ واحد الكيلو ديال الجزر اللي نقيته حيدت منه القلب، لان هذاك القلب كيخلي المروره، وهذا العصير هذا فما غتكونش فيه نهائيا المروره. فاكيد الا جربتوه غادي يعجبكم وغادي تشكرون عليه 100%. فبالنسبه للجزر انا غنقطعه الى قطع بعد ما غسلته من طبيعه الحال. فانا باش ما نطولش عليكم فيديو نختصر، فانا نقيته من قبل فكان عندي جاهز. فهنا غنوريكم غير واحد الحبه ديال الجزر كيفاش انني كنحيد ليها القلب. فإلا بغيتو تخليو الا كان القلب ديالو رقيق وفتي فيمكن لكم تخليوه. انا كنفضل انني نحيدو لانه في جميع الاحوال فكيعطي واحد المروره، فاكيد كيخلي المروره، ولهذا فمن يستحسن اننا نزولوه. صافي غنستمر في التقطيع حتى غنكمل الكميه اللي عندي ديال الجزر كامله. انا هنا خديت كيلو من الجزر، وهنا غادي ناخذ الليمون الحامض، وغادي نبدا كنقطع ليه هاد القشره الفوقانيه، غير القشره الرقيقه. فغنحاول انني ما نمش هذيك القشره اللي بيضاء، لانها حتى هي بدورها كتعطينا واحد المروره. ولا يمكن لكم انكم تحكوا هاد الطبقه الرقيقه الفوقانيه في الحكاكه، فحتى هي راها براتيك. انا هنا وريتكم 2 الخيارات، ما كتشوفوا راها كتخرج غير القشره الرقيقه. فانا هنا فضلت انني نقطعو بالسكين. وهنا من بعد ما نقيتهم فغنزول هذيك القشره الغليظه البيضاء، فضروري انني نحيدها كامله. كيف ما قلت لكم راها هي اللي كتعطي المروره، وكذلك الجزر القلب ديالو هو اللي كيعطي المروره. فانا غنحاول نتخلص من جميع الشوائب اللي غيقدروا يديروا لنا واحد المروره. حتى هاد القشر اللي غنحاولوا نقيوه مزيان، وكذلك اللب اللي كيكون في قلب الحامض حتى هو. فانا هاد الليمون اللي عندي راه ما فيهش العظام بزاف، راه نقي، يعني يلا لقيت وحيده طاحت لي هنا، فانا زولتها. فما فيش نهائيا هذاك اللب او هذاك العظيم اللي كيكون في القلب ديال الليمون. اذا هنا من بعد ما قطعته فغناخذ واحد البرتقاله، يعني 2 برتقالات، وغنزول ليهم حتى هما بنفس الطريقه. غنزول ليهم القشره رقيقه اللي كيف ما قلت لكم من قبل يمكن لكم تحكوها في الحكاكه رقيقه، فحتى هي عمليه. اذا هنا 2 ديال البرتقالات كيف ما قلت لكم. وهنا البرتقاله الثانيه حتى هي. اذا هنا من بعد ما زولت لهم قشره رقيقه فغادي نحاول انني نتخلص من هذه القشره الغليظه. فغنقيها باليد ديالي. هنا مبغاتش تزول بالسكين فيستحسن اننا نستعملوا اليد ونقيوها مزيان. وكذلك غنفتحوا البرتقاله من الوسط، وغنحاولوا اننا بنفس الطريقه اللي نقينا بها الحامض الليمون الحامض فغنقيو بها البرتقال، وغنزولوا هذوك العظيمات او اللب اللي كيكونوا في القلب ديال البرتقال. وما تنسوش دائما انكم تحيدوا هذيك القشره اللي برا كلها البيضاء، وكذلك كنزولوا هذه القشره اللي كتكون الوسط حتى هي ديك البيضاء. فهنا البرتقال كيف ما تشوفوا راه حتى هو نقي ما فيهش العظم.
فمهم اننا نختاروا النوعيه ديال البرتقال تكون مزيانه. فهاد العصير اخواتي كيجي ناجح 100% وكينفعنا بزاف. فهنا غنوضع واحد لتر ديال الماء. يستحسن انه يكون ماء معدني، انا هنا استعملت ماء معدني، وانتم يمكن لكم تستعملوا الماء عندكم اللي صالح للشرب. فتقريبا لتر ما استعملتوش كامل، تقريبا استعملت هنا غير واحد لتر لاروب. وغادي نقفل عليه الطنجره ديال الضغط وغنخليه فوق النار تقريبا واحد نصف ساعه على نار اللي تكون مهيله بزاف، لان ولا بدا الكوكوط ما غتفيض لينا من الصفاره لانها مملوءه. وهنا من بعد ما طفيت عليه النار فغيكون هذا هو الشكل ديالو من بعد ما طاب وهو ساخن. غادي نضيف ليه واحد نصف كيلو من السكر سنيده. فانا عندي هاد الكاس دوزور، فغنوضع منه زوج لمقدار ديال 250 القياس اللي كيعطينا نصف كيلو. فبالنسبه لنصف كيلو فراها يعني غادا تجي هي هذيك مع هذا المقدار اللي استعملت. فيمكن لكم بعد ما يعني تبغيو تستعملوه انكم تزيدوا السكر لما تبغيو تزيدوا الماء، كما انه يمكن لكم ما تعاودوش تستعملوا السكر. انا كنكتفي بهذا القياس تاع السكر، يعني ما كنزيدش عليه. وهنا وضعته في واحد الاناء اللي متسع شويه باش يبرد. ولما غيبرد فغادي نطحنوه في الطحانه ولا غنوضعوه في الخلاط. فانا هنا ما استنيتوش تبرد مزيان لان ما كانش عندي متسع من الوقت، وانتم يمكن لكم تحضروه وتخليوه تقريبا واحد 3 ساعات حتى ياخذ الحراره ديال المطبخ. وغادي نطحنوه ندوزوه هكذا في المولينكس. وكذلك غادي نوريكم الطريقه كيفاش كنحتفظ به عندي في الكونجيلاتور، يعني الطريقه اللي تكون مزيانه وعمليه بطبيعه الحال. اذا من بعد ما يبان لنا يعني تطحن مزيان فغادي نوضع واحد الصفايه وغادي نصفي فيها هاد المركز ديالنا. فمن الاحسن اننا نصفيو لان حنا استعملنا حتى القشر في هذا العصير. فهانتوما غتشوفوا كيفاش انه راه يعني ما بقاوش فيه حتى دوك البقايا، كيف ما تشوفوا راه حيت طاب مزيان. فوالا ما كاين والو. اذا وغنستمروا حتى غنكملوا باقي الكميه. ومن بعد ما كملتو فهذا هو القوام ديالو. فكيخرج لنا واحد الكميه هائله كتفوق تقريبا واحد 12 لتر ديال العصير يعني كيخرج. فهنا بهذه الطريقه هذه كناخذوا 3 تقريبا ديال الكؤوس في لتر من الماء. كنذكركم 3 الكؤوس في لتر من الماء. فانا هنا استعملت كاس العنبه وكنعمروا عليه بالماء وكنوضعوه في الثلاجه حتى يبرد. فكيكون هذا هو القوام ديالو من بعد ما كنخلطوه مع الماء. يمكن لكم توضعوا مزيد من السكر كما انكم يمكن لكم تخلوا عليه. وكيجي هذا هو الشكل ديالو، كيجي لذيذ وزوين. ويمكن لكم تستخدموه بعد ما تضيفوا عليه يعني الفريز او لا اي فاكهه بغيتو تطحنوها معاه، المونغ او الاناناس، فكيجي عملي. وهنا غندوز باش نوريكم الطريقه ديالي كيفاش غنحتفظ به. كاي امراه مغربيه كنستعملوا البلاستيك الغذائي بطبيعه الحال وكنوضعوه هكذا وكنعمر كيف ما قلت لكم 3 ديال الكؤوس. اولا كنوضع بالنسبه لي انا فكنستعمل تقريبا واحد نصف لتر وشي شويه. انا هاد الاكياس عندي فيهم لتر فانا ما غادرش نعمرهم، يعني غنجيب لهم النص بحال هكذا، يعني نصف لتر تقريبا. وكنخويهم من الهواء من بعد ما كننزل هكذا. فكيمكن لكم توضعوا واحد لاباي في الجنيب ديال هاد الساشي هذا وتمصوا باقي الهواء اللي كيكون زايد. فانا هنا ما سجلتهاش معكم ولكن راني استعملتها. وكتستعملوا به هكذا كيكون فارغ من الهواء، كما انكم يمكن لكم غير باليد ديالكم هكذا تستخرجوا جميع الهواء اللي كاين في الكيس. وهذه هي الكميه اللي خرج ليا. فكل ساشيه غنستعملها في لتر من الماء. اذا كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. اكيد اللي عجبكم ما غاديش تنساوني من لايك وتخليوا لي تعليق بطبيعه الحال وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء.
باش يوصل لأكبر عدد من المشاهدات. وكذلك اللي أول مرة تزور القناة ديالي ما تنسانيش من اشتراك، وتنزل أسفل الفيديو تضغط على الزر الأحمر أو الجرس إن شاء الله باش توصل بكل مزيد. وما بقى لي إلا نقول لكم السلام عليكم إلى فيديو قادم إن شاء الله.